دي اجمل مسقعه سريعه، بطاطس وبتنجان وفلفل، حاجه كده تفتح النفس. يا سلام على الجمال. اول حاجه بنجيب الطاسه بتاعتك وتحطي فيها شويه زيت، وتنزلي بمعلقه من الثوم المفروم. اول ما يبتدي لونه يبقى ذهبي كده فاتح، على طول هننزل بالفلفل الحامي والفلفل الرومي، ياخدوا تشويحه كده على نار متوسطه. وهنكون مجهزين بقى حوالي 4 أو 5 وحدات من الطماطم، يا اما متقطعين مكعبات صغيره يا اما مبشورين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما بقلبهم بحط عليهم معلقه من هريسه الفلفل الاحمر اللي ما بستغناش عنها ابدا في كل وصفاتي. هقلب كويس جدا على نار متوسطه، وهحط بقى ملح، وهحط فلفل اسود رشه بسيطه وبابريكا، وهنحط طبعا كمون وكزبره. وبعد كده هنقلب كل ده كويس جدا. حطينا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبابريكا، اظن مفيش اسهل من كده. هنقلب كل ده ونهدي النار ونغطيه، ونحط رشه بسيطه من الميه علشان تدينا الصوص التحفه ده. وده بعد حوالي 10 دقايق لربع ساعه على نار واطيه. الطماطم اتسبكت، وكنت كمان قليت البتنجان والمكعبات البطاطس في الزيت، او تقدري تقليهم طبعا في الاير فراير مع قرنين فلفل كده حراقين. وبعد كده قلبت كل ده مع صوص الصلصه اللي احنا سبكناه كده. هنغطيه ونسيبه على النار حوالي دقيقتين بس ياخد ويدي مع بعضه. اول ما يخرج هنعصر عليه ليمون، وبألف هنا.